الحمد لله يا حاج، الحرارة نزلت والدكتور قال انك بقيت احسن وتقدر تتحرك وتاكل اي حاجة. الحمد لله. عيالك كانوا هيموتوني. حقك عليا يا حاج والله العظيم غصب عني. كنت اعمل ايه؟ ماما كانت في المستشفى وافتكرت عيالك دول بيفهموا. المهم هقوم اعمل لك طبق شوربة خضار واستوي لك فرخة عشان الدكتور قال انك لازم تتغذى كويس. ايه ده؟ صعبة دي؟ شوربة وكمادات. كمادات شوربة. لا 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 لا، كرهتها. كرهت الشوربه بانواعها. مش عايز اسمع كلمه شوربه في البيت دي تاني. طيب خلاص انا هتصرف. بألف هنا وشفا يا حاج. هو الكلام ما بيتسمعش ليه؟ انتوا عايزين تعيوا ولا تموتوا؟ والله لا اقول لابوك هو اللي يتصرف معاكم. بص يا حاج اتصرف انت معاهم بقى عشان انا تعبت من كتر الكلام. اقول لهم الاندومي ممنوع، الاقيهم مخبينه في الدولاب وبياكلوا منه كل شويه وخصوصا واحنا نايمين. لا وايه بيفطروا بيه كل يوم الصبح يا حاج. بيقرطسونا يا حاج. حظكم حلو اني تعبان. انا مش قلت اي حاجه. الكتر منها مضر، وخصوصا القرف ده كترها مضر جدا. يا بابا انا عملت سيرش ولقيت ان الكلام ده كله هبد والعالم كله بياكله عادي، احنا بس اللي بنحب نفتي. هبد وبنفتي؟ مين ياض اللي بيفتي؟ ما اقصدش حضرتك طبعا، انا قصدي الدكاتره والاعلام والناس دول بقى. يا بابا يا حبيبي ينفع تحكم على حاجه من غير ما تجربها؟ اجرب ايه وعك ايه؟ امشي على اوضتك انت وهي يلا وبلاش عرض. ده انتوا ظلمه. يلا يا حاج سيبك منهم، كلك لقمه انت ما اكلتش حاجه من امبارح. طيب ماشي. ريحته حلوه كده. والله طعمه حلو. والله ده جميل. يا نهار اسود. بس جامد جامد. اه 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 ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟